كأس العالم في أمريكا، لاعبين محتجزين، بعثات مرفوضة، وماتشات مهددة بالإلغاء، وأوروبا كالعادة نايمة على ودانها. أنا مكاوي هقدم لكم حكاوي مكاوي. قبل أيام من انطلاق كأس العالم في أمريكا، كندا، المكسيك، شكلنا هنشوف واحدة من أسوأ بطولات كأس العالم من حيث التنظيم. أمريكا منعت دخول أفضل حكم في أفريقيا، الصومالي عمر أرتام، من دخول البلاد، ده رغم إن معاه جواز سفر دبلوماسي. أما منتخبات السنغال والعراق اتعرضوا لتفتيش مهين على أرض المطار، لدرجة إن نجم العراق أيمن حسين احتجز لمدة 7 ساعات بسبب تشابه أسماء. أمريكا كمان رفضت منح التأشيرة ل 13 مسؤول ومرافق لبعثة منتخب إيران، منهم رئيس اتحاد الكرة، وبالعافية هتسمح للاعبين بدخول أمريكا يوم الماتش الصبح ويرجعوا على المكسيك بعد الماتش ما يخلص. ده غير إطلاق نار جنب مقر إقامة إنجلترا، وتحذيرات من أفاعي سامة جنب ملاعب تدريب منتخب سويسرا، وماتشات بتتوقف بسبب الطقس، لدرجة إن في ماتش ودي امتد ل4 ساعات. كل مشكلات والأزمات دي وما سمعناش اعتراض أوروبي أو تدخل من الفيفا، رغم إن من 4 سنين بس لما استضافت قطر كأس العالم لكرة القدم، في بطولة اعتبرت الأنجح جماهيريا وتسويقيا، وحتى فنيا ظهر في المباراة النهائية الأقوى في التاريخ بين البطولة بين الأرجنتين وفرنسا. رغم النجاح ده كله، إلا إن المواطن الأوروبي الأبيض ما كانش عاجبه، وقبل طول البطولة شغال اعتراض على قطر، ما بتسمحش بدخول المثليين، ما بتسمحش برفع الشعارات بتاعتهم، ولا بتسمح بالظهور في ماتشات، ولا. أبرز الدول دي كانت ألمانيا، الدنمارك، إنجلترا، فرنسا، أستراليا، وبالطبع أمريكا. يعني المشكلة ما كانتش في التنظيم، المشكلة كانت في المنظم.